السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري. دخلت في الخطوات على طول عشان البيبي وكده معايا. فدي كمية البصل اللي انا هستخدمها، ودي اول خطوة بعملها في الكشري خالص، ان انا بعمل البصل. فشفتوا الكمية، نشوف مع بعض البصل بنعمله ازاي بعد كده. وكل خطواتي او كل الحاجات اللي انا بستخدمها في الكشري هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. يلا نكمل مع بعض. انا قطعت البصل، دي الكميه طبعا لما يدبل هيصغر. قطعتها طرنشات وحطيت عليها معلقه نشا، ممكن تحطي معلقه دقيق. وبعد كده هننزل بالزيت على البصل. حطي طبعا كميه مناسبه وهنقلبه. كده قلبته بقى بالشكل ده، هسيبه كده يحمر ونشوف هنعمل ايه تاني. تاني خطوة بعملها الحمص. المفروض كان يعني من بالليل في المية، بس انا نسيت. فدلوقتي بحط فيه بصلة بقطعها 4 تربع، 4 اجزاء يعني. بصلة صغيرة وطماطمية صغيرة وفصين توم، وعليهم الكمون والملح وشوية بهارات صغيرين، وبسيبه يغلي. بسيبه لحد بقى ما يستوي، وكل ما المية تنقص بزودها لحد ما الحباية تستوي معايا. وبعد كده بتجيب العدس البني وبحط عليه ميه، طبعا بيتغسل قبلها هو والحمص اكيد. وبعد كده بحط ميه وكمون علشان يتسلق. يبقى ده كده العدس. وعندنا تاني الناحيه التانية الحمص، وهنا البصل. ولازم تقلبي البصل كل شويه، ما تسيبوش عشان ما يتحرقش. كده وبكده الحاجه على النار، نروح نشوف هنعمل ايه بقى تاني. شايفين الخطوه بتاعه البصل الرغاوي دي علشان بس النشا. فده شكله، شايفين على وشك خلاص. هغمقه بس اكتر من كده شويه زي لون الكراميل كده، وهنشيله بعد كده واحطه في طبق عليه فوقيه مناديل هتشوفوها دلوقتي. ده كده البصل، بس لونه فاتح شويه على فكره. وبسيب الزيت وشويه بصل تانيين علشان هقول لكم هنعمل فيهم ايه. ده شكل الحمص دلوقتي. على فكرة كل في الاخر بتشيلي البصل ده والثوم والطماطم، لكن بتكون الحمص خد الطعم. ده الهدف، ان انا بحط الحاجات دي سليمة علشان بس الحمص يشرب الطعم، واشيلها انا بعد كده وتبقى المية، وهنستخدم مية الحمص في حاجة تانية. انا حبيت بس اوريكم، بعتذر عن صوت البيبي. حبيت بس اوريكم العدس عشان يبقى زي اللي بره بالظبط. انا بستنى عليه، شايفين الحبايه كبرت ازاي؟ وكمان بدأ يطلع القشر بتاعه يعني. بدأ كده في المحلات بيبقى لونه رصاصي قوي علشان القلب هو اللي بيبقى طالع. فانت بتوصلين للمرحله اللي انت حباها. فانا كده خلاص هقفل عليه بقى. انا خلاص مش عايزاه اكتر من كده لاني لسه هيستوي كمان مع الرز. شكل الحمص خلاص بقى كده استوى خلاص. انا حبيت بس وسعت شويه حمص علشان تشوفوا الميه ولونها الجميل. والطعم تحفه بجد، جربوه بالطريقه دي. البصل والثوم والطماطم هيدوله طعم تاني خالص. تقدري بقى دلوقتي بعد مرحله السوا دي، انا كده قفلت عليه خلاص، تبداي تشيلي الطماطم والبصل. عايزه تخليها عادي بتدي طعم حلو، ومش عايزاها بتبداي ان انتي تشيليها. وطبعا بتعصري عليه ليمون لما بتيجي تقدميه. دلوقتي دي بصلة صغيرة وعليها بهارات وعليها شوية زيت. دي الايه للصلصة. هنعمل الصلصة زي بتاعة المحل بالظبط، هتطلع طعمها تحفة. بس جربوها بالطريقة دي. محتاجين كمان توم، بس الاول بنخلي البصلة تدبل الاول، وبعد كده هنبدأ نحط التوم. البصلة كده دبلت شوية، حطيت عليها التوم وشوية كزبرة وهقلبها. بعد كده هنزل بطماطم مبشورة. دي طماطم معصورة بس طالعة مجمدة لسه متفكتش، فهسيبها بقى لحد ما تفك مع نفسها. بس هحط فيها شوية سكر عشان يثبت الحموضة، واقفل عليها واسيبها لحد ما تتسبك، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. كده الطماطم ساحت زي ما انتوا شفتوها. حطيت شوية كمون وملح وهقلبهم واسيبها بقى لحد ما تتسبك، وبعد كده هبتدي تشوفوا هعمل فيها ايه او هحط عليها ايه. كده الصلصة اتسبكت وحطيت عليها صلصة معجون، وحطيت عليها شوية بابريكا زي ما انتوا شايفين، وهقلبها واخليها شوية. وبعد كده هننزل بالخل، وبكده بتحط لها كمية الخل زي ما انت عايزة. تحطي الخل بتقلبيها وتسيبيها لحد ما تشمي ريحة الخل. والسمك زي ما انا قلت لكم زي ما انت حابة. ده سمكها تخين شوية، ممكن تخليه اخف من كده زي ما تحبي. نشوف بقى بعد كده هنعمل ايه.
كده الصلصه خلصت. هنا بقى الاناء اللي كان فيه شويه زيت وبصل هحط عليهم شعريه زي ما انتم شايفين كده واقلبهم في نفس الزيت والبصل اللي احنا كنا سايبينهم في الاول. كده انزل بقى بالعدس عليها كده العدس، وبعد كده اقلبهم مع بعض. طبعا احنا العدس سلقناه علشان كده هنبتدي بقى ان احنا نحط عليه الرز على طول. كده حطيت الرز وعليه ملح وكمون وبتقلبي بقى كله مع بعضه، وبعد كده هنحط الميه. كده بعد ما قلبته هنزل عليه بالميه بيقلبني. الميه لازم تكون ارتفاعها اعلى من الرز بشويه. وبكده هسيبه بقى لحد ما يبتدي ياخد ويدي ويبدا يتشرب، وبعد كده هوطي العين وهوريكم المرحله دي. قبل ما الرز يتشرب حطيت اناء تاني فيه ميه ومعلقتين زيت علشان المكرونه، عشان عقبال ما الرز يستوي تبقى المكرونه سخنه وكل حاجه تبقى سخنه معايا. هستنى الميه تغلي وبعد كده احط فيها المكرونه والملح. كده الرز خلاص بيبتدي ان هو يتشرب. في المرحله دي هبتدي ان انا انقله على عين تانية صغيره اوطى شويه، وهدي عليه النار لحد ما يستوي خالص. واهم حاجه ما تقلبيش الرز كل شويه علشان ما يتعجنش معاكي. هنعمل دقه مع بعض. عايزه توم، وبعد كده بشويه زيت صغيرين وهننزل عليهم بالخل على طول. كده نزلت عليه بالخل. بعد كده بقى نشوف هنحط عليه ايه، بس هشيله من على النار. انا كده حطيت كزبره وكمون وحطيت ليمون كمان. خلاص اوكي. هنزل بقى بميه الحمص زي ما قلت لكم، دي بتدي طعم جميل جدا. تقدري بقى تسخنيهم كده على البوتاجاز غلوه صغيره وخلاص. عايزه تحطي عليهم معلقه صلصه كمان بتدي برده طعم، وتحيقيها وتشوفي محتاجه ملح قد ايه. هي دي الدقه بتاعتنا، وجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. تطلع معلقه صلصه، ولازم تراعي ان انتي ما تحطيش خل كتير عشان هتحطي عليها ليمون عشان ما تطلعش حادقه منك. لازم تدوقيها الاول. وممكن تستغني عن ميه الحمص وتحطي ميه عاديه جدا، وممكن ما تسخنيهاش كمان على النار، لكن انا بعملها كده بتطلع معايا طعمها حلو جدا. وده شكل الرز استوى والحمد لله. شايفين الرزايه رزايه يعني. دي المكرونه حطيتها في المصفى عشان تتصفى، وبكده اكون خلصت. فاضل بقى مرحله الشطه. انا للاسف مش هعملها عشان البيبي، بس هقول لكم الشطه انا بعملها ازاي. بتجيبي شويه شطه حمراء وشويه زيت صغيرين وتحطيهم على النار تحمصيهم لحد ما تشمي ريحه الشطه، وخدي بالك ان هي تبقى قويه. وبعد كده انزلي عليها بالصلصه بتاعتك، وبكده تكون عندك وشويه بابريكا من فوق عشان تبقى حمراء، وبكده هيكون عندك احلى شطه بتعمليها بنفسك. وده البصل، سامعين القرمشه بتاعته. بكده نحضر الطبق بتاعنا مع بعض. كده حطيت الرز من تحت، وبتحطي الكميه اللي انت حباها، رز اكتر او المكرونه زي ما انت حابه. وتاني طبقه بحطها المكرونه، وبعد كده الحمص، وبعد كده بحط الصلصه والبصل من فوق. وبكده ده الشكل النهائي. اتمنى يا رب يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا نفس الطريقه في الحمص والصلصه وكل حاجه وهيعجبكم. ما تنسوش بقى يعني لايك وشير علشان الكل يستفيد. وكل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.